بحر الغامق مدار في رجال ونسوان، شابات وشبان صبيات وصبيان. خونا امين ايلي انسان طيب، انسان ولد فاميله، انسان لويز، وفي الكوتي تاع الراب الله يبارك يعني عنده طالون اللي عنبه كامله تشهد به الطالون تاعو. امين ايلي عندنا اسبوار كبير باللي او حي وباللي في تونس. والله يا خويا انا امين ولد كارطيه، ولد حومتي كما تقولوا انتم، ولد كارطيه. كنت نعرفو شغل ملي كان صغيرك فاهم، وكي دخل في الراب ونديري كنا نقعدوا انا وهو ولما، وديما يقعد معايا، نقعد معاه في الاستوديو تاعو بعد في دارهم من فوق. كان حالنا البيبان تاع دارو تاع الاستوديو تاعو، كان عنده استوديو في السطح تاعو الفوق. الايامات الاخرى عقبناها كامله مع بعضانا قاعدين نخدموا موسيقى انا وياه وخونا كراوش لاسانت انا كان معانا. يا ولدي انسان ما نقدرش نوصف لك انسان قد ما مش كي عاد ما كانوش ولا حاجه، ما نقدرش نوصف لك قد ما انسان نديري مليح وانسان بيان ويقادر وولد فاميله على قد ما تنجم. وشي هو كانت عنده اخويا الدوده تاع اوروبا دي، يحب يروح يحب يبدل الحياه، عنده ديراف كما اللي جانا كل عندهم ديراف اخويا. ومعاناه. انت كيفاش عرفت بلي في تونس؟ والله واش حنقول لك صحيبي، نهار حرقوا ديسبارات الفلوكه، من بعديك خرجوا الربعه تاع القال هذم. كي خرجوا الربعه تاع القال هذم حكاو لنا الحكايه باللي هما ديماراو الاولين راحوا على جبل تاع تونس، وحنايا من بعديك وراها بنهار ديمارينا خرجنا على القاله. هما اللي حكاو لنا الحكايه باسكو كانوا معاهم في الفلوكه، فهمتها لقطه. وهذه هي خويا، هم عندهم قريب 8 سنين، واللي يقدر يدير اي لقطه يدير اي لقطه. ونطلبوا من السلطات اخويا ما تعاونوناش، ما ديروا لنا شغل، جيبوا لنا خاوتنا دم برك، ما نطلبوا منكم حتى شيء من الاخر خلاص. كاين اللي عنده 7 سنين، كاين اللي عنده 10 سنين، كاين اللي عنده 20 سنه، والسلطات هذوما شغل ما عبالهمش بيهم. الناس كي شغل ما باليش هنايا ماليهم عندهم 10 سنين وهم يبكيو عليهم وهم يحوسوا عليهم، واي واحد من السلطات ما بالوش بالدنيا. جينا خويا حابين نوصلوا الميساج. راهو مفقود لمده 7 سنوات، 7 سنين ما كان حتى خبر، والناس اللي حرقوا معاه درك ماليهم راهم محروقين. نحكيو على خونا امين مرداسي، حرق اللي معروف بامين ايلي، حرق خويا منه من الليجان وحبس بهم الموتار. كاين 4 كيشغل خرجوا على القاله، وكاين 7 من ناس واحد اخرين هذوهم اللي خرجوا على تونس، اللي منهم امين وناس واحد اخرين. كي نحكيو عليها الحكايه نضروا كل، ولهنا الواقع اللي قاعد يعيش فيه كما نقولوا الشعب العنابي ولا الجمهور العنابي ولا اي واحد عنابي، ظاهره الحرق هذه ولها اسباب. الكوزان تاعي عنده 7 سنين من اللي ديسباري في تونس في السجون التونسيه. نطلب من السلطات ان شاء الله يا ربي نلقاو لنا حل ان شاء الله للحكايه هذه، باسكو لا فامي تاعو يعني تاثروا ياسر في الحكايه هذه، والوالد تاعو توفى ربي يرحمه، ومسكين يعني كما نقولوا قام كبد وما شافوش المرحوم. الدرك خاوتنا راهم مفقودين في السجون التونسيه، عندنا اكثر من 1300 حراق جزائري بالاثباتات تاع ماليهم، بالاثباتات تاع الناس اللي كانت معاهم في السجون. عندنا اكثر من 1300 حراق جزائري، ما نقولكش عنابي، نقولك جزائري راهو مفقود في السجون التونسيه. والدرك السلطات ما تحركت، ما دارت حتى لقطه. والمشكل كيما حكايتنا تاع امين كيما كان يحكي خونا قبيله ميزو، دركا وعندهم 7 سنين وشعرها ما تحركت كي شغل ني من الضفه الفوق لنهبط، فهمت؟ شعرها ما تحركت ابار حنا ولاد كارطيهم كي شغل ولاد الشعب قاعدين ريكلاميو عليه. ماذا بينا من الدوله دوما يريكلاميو عليهم ويوقفوا معاهم، باسكو ما عباليش ماذا بينا من الرئيس تاع البلاد يديرهم كي ولادو، فهمتها اللقطه؟ يديرهم كي ولادو اخويا، يوقف عليهم، مخلي ما عباليش انايا مازالوا صغار كدا. كاينه ناس في نفس الفلوكه بعد زوز خاوه راكبين مع بعضاهم في نفس الفلوكه، واحد خرجوا يناجيو، خرج كيما نقولوا الحدود الجزائريه، والسبعه اللي ديسباريو بقاو في الفلوكه خرج داهم البحر جهه تونس، خرجوا على تونس. الناس هذوما راهم حيان، ومشي غير هما، راهم كاين الالاف وقلنا اكثر من 1300 حراق. نعاود الرقم 1300 حراق جزائري في السجون التونسيه. وكاين انسان انا خويا من القاله جانا قالنا باللي كان عندي فاميلتي في الحبس تاع تونس، وشاف امين مرداسي
كوم امين مرداسي انسان ارتيست كدا الناس تعرفوا كي شافوا عرفوا جا قال بلي امين مرداسي شفته في الحبس تاع تونس تسمى الحكايه صح ثابته فهمتني ما ماتش وما ماتوش مام كون صرات لقطه البحر ويخرج ويبين قدا الخطره ديسباري فلوكا يخرجوا ناس يبانوا صحايبين نورمال ما يبانوش في الجزائر يبانوا في بلاصه واحده اخرى ما بالي شويه كي سمعنا بهم حنا لهنا كي سمعنا بهم باللي هما اول حاجه ديسباريو 4 جور هكا معايا ديسباريو 4 جور بعديك خرجت حكايه مخرجوا على القاله بون حنا رحنا ديمارينا في الليل ديمارينا للسبيطار تاع القاله هذا هكا معايا وبقينا نسناو هنا يخرجوا بعديك بداو يخرجوا يبانوا شويه بداو يخرجوا اللي من الفلوكه اللي منعوا كيما نقولوا صحابو اللي كانوا معاه خرجوا على السقلاب هذا جبل اللي يعيطوا له ما بين القاله والحدود تاع تونس منعوا حايد خرجوا 8 كيما نقولوا على تونس والاخرين منعوا نقولوا حتى باللي بعث هو دي ميساج مع ناس باسكو واحد الوقت جا واحد الانسان لدار امين وقال لهم باللي يا جماعه وكدا في تونس وداير مشوا وحده كاين ناس ياسر عندنا خاوتنا ياسر اللي كيفك اللي حبوا يحرقوا اللي ركبوا في الفلوكه وديسباراو واليومنا هذا ما بانوش دركا قدر له ربي يا خويا خرج وديسباري راك فاهم كيف ما عنابه معروفه خويا بالحاجه دي فهمتي ناس ياسر تحرق من عنابه كاين اللي يوصلوا كاين اللي ما يوصلوش اللي يموتوا في الماء كاين اللي ديسباريو وشي عندنا مشكله كبيره عندنا دي جون ياسر قاعدين يخرجوا على تونس من تما ما نزيدوش نلقاوهم يديسباريو والمره الاخرى الضربه الاخرى كان سمعتيو بها وصلوا بريات للناس دي كونفوكاسيون باللي كومسي ولادهم هذوما ولا خاوتهم هذوم اللي ديسباريو عندهم 8 سنين و7 سنين جاتهم كونفوكاسيون باللي يا جماعه من تونس باللي يا جماعه قالوا لهم الشراع تاعهم كل خطره يحكيوا لك فوالا كل خطره حكايه صح مش فاهمين والو لحقت لهم كونفوكاسيون الماليهم باللي الشراع تاعهم هو لا دات الفلانيه نهار الفلاني فرحوا الناس ورا ما صلات فوالا الناس ورا ما صلات يعني ورا ما دفنوا الناس هذوما وقالوا باللي ماتوا سي بون زادوا حلوا لهم الجرح تاعهم القديم وعطاوهم اسبوار باللي مازالوا حيين وهم هنا في تونس اللي يقدر يجيب عليه خبر ماذا بينا يجيب عليه خبر اللي يقدر يوصل له ميساج يوصل راك فاهم كيفاه وماذا بينا كيما نقولوا حنا يكثروا لي بروجي اللي كيما تاعك انت اللي نقدروا نوصلوا بهم ميساج نقدروا نوصلوا بهم صوت ربي يرجعوا على خير ان شاء الله خويا وخونا فهمت كيفاش وربي يسمع بوكو بليس على جال والديه فاهم بوكو بليس على جال والديه حنا بو غبار قادر غدوه حتى حنا كان هنا وراح وشي هو ربي يسمع الخير والديه برك خويا دي هي الاولى والاخرى اللي نقولها احنا السلطات تاعنا خويا نتمناو يتحركوا دركا يبقاو خاوتنا ويبقاو ولادنا وتما نعرفوا الظروف تاع بلادنا فهمتي دركا مش هم قال هاربين من الخير ولا كدا فهمتي ام يفركتوا فوالا خويا ما فهمتش بردت الحكايه عندنا خاوتنا كيما تينانا وحمزه خويا ناس الله يبارك تشوفهم هذوما خويا المو خاوه الله يبارك خاوه ايماجين خاوه يديسباريو مع بعضاهم فهمتي الام ولا كيف ما واش راح يصرى لها يعني في الدقيقه هذيك شفتي يا خويا شفتي حاجه ما خرجت من البحر خويا سير في الحبس تاع تونس الناس يسير الناس عندها دي بروف كاينه ناس روحت من الحباس هذيك ولا الضربه تاع زين العابدين كي يعني طيروه من تما ناس ياسر خرجت من الحبس هذاك وكاين التيمونياج تاعها قاعد يقول لك يا جماعه لي زالجيريان هذوما اللي في بالكم ماتوا ولا ديسباراو ام في الحبس قال لك ام في الحبس ام تما مطيشين فوالا قال لك اجريوا عليهم فهمتي احنا خويا شوف احنا اليوم انت جيتينا على اخونا امين ايلي عيان اخو خرجوهم لنا في اقرب وقت اخويا ان شاء الله اخويا ان شاء الله اليوم انت المو اخويا جيتينا على اخونا امين خونا فهمتي وفي تونس كي تروح كي شغل للسجون التونسيه تكتب امين مرداسي ولا تكتب اي اسم انسان واحد اخر ما يخرج لكش يقول لك انسان هذا نيكزيستو با ما كانوش عندنا فهمتيني وهم لا قاعدين يبدلوا لهم في اساميهم ويلفقوا لهم في اسامي تاع ارهاب ما كي تروح تحوس عليه ما تلقاهش عاطينه اسم تاع
ارهابي سيد مخبيينه تحت الارض، فهمتها لقطه، مش حتى مع المحبسيه نورمال حاطينه مع جماعه الحي ومع جماعه الارهاب باسكو التيتر تاعهم ارهاب، فهمتها، وهم حراقه ديسباري وخرجوا على تونس. هذه هي الحكايه، شغل بلا باسبور بلا كاشي بلا ما كاشا وخشوا انوار ارهاب ديريكت يعقبوها، فهمتها لقطه، ما يقولوش او جزائري حرق خرج على بلادنا، يعقبوه ارهابي ديريكت. نطلبوا منهم اخويا كي تونس كي الجزائر كي شغل انا قراب البعضان اخويا ويا اخي قاعدين يقولوا كيف ما قاعدين يقولوا هذيك تاع تخلط الدم مع بعضاه وقت الثوره وكذا وكذا، واحنا خاوه يا خويا نطلبوا منكم تسيبوا لنا خاوتنا دوما اللي في البحر، هذا هو واش حنطلبوا منكم برك. وامين مرداسي مبازي عليها في تونس وهضروا قالوا هم في تونس وكاين ناس شافاته والسيد معاهم في الفلوك اخويا قال لكم ديما راهو على جبل ظهر جبل تاع تونس، هذا هو شنو نكونفيرمي لك. وتانا نقطة الفلوكة اللي راح فيها خونا امين كنت راح نركب معاه انا ربي الايامات الاخرى كان ما مكتوب والله مكتوب مع خاوتنا تاع بوسيجور هنا وشحال هبطنا انا وياه عند جماعة تاعنا سمي معايا حكومة والاولاد وكذا، رحت كانت حكاية تاع اوربور كذا فوالا لا حكومة وصلنا ولا حكومة كانت حكايه تاع اوربور كذا وصلنا تما ظهرت حكايه فلوكه كذا. انا نعرف الفلوكه، انا في عمري 16 سنه ديسباريت في الفلوكه تاع القطر ربي يرحمه وجاميه هنا. رحت لقيتها حكايه فلوكه قلت لهم اخوتي يسامحوني، قلت لهم فلوكه ما نركبش. من بعديك امين لا ما كذبنيش ربي ما عم باليش اكزاكتومون انا جبت روحي تما ظهرت لي هو كمل مي انا الميساج اللي حاب نوصله هذا سورتو لخاوتنا اللي جان هذم اني عم بالي بهم الكل كرهين حابين يحرقوا حابين يهربوا من البلاد. انا نقول لهم اخوتي الفلوكه اي ريسك واي دونجي، لما خويا ساكريفي بالك حق الساري حق دوبله حق تما انا نفهموا انا عبالنا فهمتي عبالنا كرهين كذا ما كاين والو هنا، بصح ما طيشوش برواحكم ما تلعبوش برواحكم وربي ان شاء الله يفرج على خاوتنا وربي يقدر الخير وبرك. خويا نقول لك هضره على الاخر ربي قدرنا فعل الخير هذا واش نقولوا، وتحيا على النابه وتحيا على النابه وفي الامان وان شاء الله فيها خير اخويا. ونطلبوا منكم توقفوا معنا وما نسحقوش شغل نطلبوا من اي واحد كبير يشوف الفيديو هذا ولا كدا يديرهم كي ولاده اخويا الناس هذوم يوقفوا معاهم اخويا خلي يروحوا لماليهم ماليهم محروقين عليهم ومش قاعدين يحسوا بماليهم، فهمتها لقطه ما جربوهاش هم كي جربوها يسوحاو. كاين اخويا اللي ماليهم مرضوا كاين اللي كدا كاين حوايج ياسر مش نحكيو في الحكايات كل مي كاين حوايج ياسر صراو اخويا. كاين كيما امين مرداسي اخويا باباه توفى العام اللي فات، باباه توفى وامين في الحبس ما شافوش، وباباه قبل ما يتوفى توفى شغل ومام قال لهم باللي خايف الروح وما نشوفش امين ولدي، فهمتها. انا واحد من الناس اخويا امين مرداسي كي شغل ما انا ولد الدار فهمتي نخش معاه للدار وكذا وامه هي يما وميساج الام امين مرداسي كي امنا كله ما فشلناش عليها الحكايه دي قاعدين نحكيو فيها ونبقاو نحكيو للافا حتى يروح اخويا امين مرداسي ويروحوا معاه الناس اللي معاه وانا واقفين فيها يما الحكايه دي وان شاء الله فيها خير ان شاء الله وبربي يروح لنا كل يوم. في اللافان اخويا نطلبوا بركه انه نتحدوا كل كاخوه ديجا هنا كيما نقولوا عنامبه كيما قال لكم ميزو ديجا قبيله الشعب والله هو قاعد يدير اللي عليه قاعد يفركت من خاوه قاعد يجيب في نتائج مي بصح النتائج هذيك ما تفيدش بدون تحرك السلطات. ان شاء الله نطلبوا من ربي يرجعها مع خير اخويا ويبانوا ونطلبوا من السلطات ان شاء الله تتدخل في الامر تاعنا وربي يرجعهم مع خير اخويا ان شاء الله يا ربي. والديه اللي تحرقوا عليها اخويا ونوصلوا ميساج كيف اللجان يا اخويا با في المجهول ما تقربلوش حاجه مش مضمنها ما تقرب لهاش كلك سوا تكون يشكون فيها حاجه مجهوله اخويا غير سي با لا بين تغامر روحك فيها ودي ربي الارزاق بيد الله اخويا ان شاء الله اخويا ربي يبارك فيك ربي يسقط من فلان فيق حسبي القهار مغطي بالسمطه والتعمار شفت النار مجيت الامان قالوا لي شعلها وليد فلان غروني بالرجله صدام يما سمحيلي انا هربت من دارنا سون سمير اذا شفتيها ظاهرين راه السون سبير درت اللحيه وقلعت في الشون دو تير وقنعت شفت الفسق وبلعت